السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة بفيديو جديد ووصفة جديدة. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية وانتم تتشاهدوه. اليوم إن شاء الله غنصايب معكم بريوات باللوز. غنعطيكم أسهل طريقة باش تخدموهم عقدة ناجحة 100%. وأهم شيء اللي تخافوا منه بزاف ديال الناس هي تنشفوا ليهم. غنعطيكم الطريقة باش تنخدمهم غيبقاو معكم معلكين ومشربين العسل وقت اللي هو طويل وحتى ما تتصدقش لكم العقده. غنعطيكم الطريقه باش حتى وكان الا تلقات لكم الزيت تصلحوا الموقف. هنا عندي كيلو ديال اللوز بعد ما فسختو حيت لي القشره ونشفتو تقريبا ليله كامله وهو تينشف. قسمته هنا على جوج وكانت كميه اكثر من كميه، فالكميه الكثيره هي اللي غندوز هنا قليتها بالزيت اللي بارده. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش فاللوز تنقلوه في زيت بارد باش هكا ما تيتحرقش وما تيتخطفش فيه الطياب. هنا فغي تندهبو تنحيدو حيت اللوز كيف تنعرفو عليه فراه تيكمل طيابو من بعد. فاش ترجع عليه ديك السخونه تيعاود ياخد اللون كتر. المهم ما تحمروهش بزاف. وكيف ما تقدروا تخدموا هاد العقده باللوز فتقدروا ديروا حتى الكاوكاو تعوضوا به. فهنا طحنت الكميه الاولى اللي بلا طحين هكا عاديه، طحنتها حتى تعلكات 100%. ما زدت عليها لا سكر لا حتى شي حاجه. فاللوز فاش يكون هكا غير مفسخ فراه دغيا تيتعلك فما تنحتاجو نزيدو عليه والو. بالنسبه للكميه اللي حمرت فتا هي غادي نطحنها، قسمتها هنا على جوج. بالنسبه للكميه الاولى فتنطحنها بهذا الشكل هذا حتى تتعلك وتطلق زيتها فراه تخرج معجونه. صافي هنا عاد غادي ندير الكميه الثانيه. بالنسبه للكميه الثانيه فراه تنزيد عليها كاس ديال السكر من طبيعه الحال تتحكموا فيه على حساب الرغبه حيت مازال غادي نعسلوهم وتياخذوا الحلاوه اكثر. زدت عليهم هنا شي حبه ديال المسكه حره. صافي هنا غادي نطحن كل شيء مزيان. فهنا راه تيولي داك اللوز جاري بحال املو. شوفوا معايا الشكل ديالو. فهاد الخطوه هذه راها تساعدنا باش دغيا تتجمع لينا ديك العقده ودغيا تتعلك وما تتاخدش مجهود اللي هو كتير. فغير طحنوها مزيان مزيان. فكيف شفتوا انا طحنت غير في الهاشوار العاديه وتبارك الله كانت النتيجه زوينه. زدت هنا بالنسبه للمنسمات ديروا اللي بغيتو. درت معلقه ديال القرفه ودرت جوج المعالق كبار ديال الزبده هكا عيني ميزاني. صافي وغادي نبدا نجمع في ديك العجينه وغادي نبدا نعرك فيها وندلك فيها. فهنا في هذه المرحله هذه فما تخافوش منها، غير دلكوها مزيان. ولو طلق لكم الزيت فما تدهشوش مع داك الزيت حيت اغلبيه البنات تيطلق لهم الزيت. وشحال من سؤال جاني علاش تطلق لينا الزيت. فراه حاجه عاديه اللوز فيه الزيت تيطلق الزيت يعني غير دلكوها مزيان وبقاو هكا ترشوا بالماء زهر وانتم تتجمعوا. ومن بعد راه داك الزيت ديالها تتعاود تشربوا وصافي وراه تجي عقده ناجحه 100%. هنا راه زدت معايا تقريبا ازيد من نص كاس ديال الماء زهر. انا تنرش وانا تندلك فيها وتنعجن فيها. المهم راه تتبقى حتى تنتحصلوا على واحد العجينه اللي تتكون مجموعه وشاده راسها. وهنا خليت لكم الفيديو كله ما بغيتش نقطعه لكم باش تشوفوا شحال خدات مني ديال الوقت وانا تندلك فيها وتنعجن فيها. يعني ولو طلق الزيت فهذا ماشي شي مشكل اللي هو كبير. صافي راه تتبقاو حتى تولي تتحكموا فيها وتتحكموا في القوام ديالها. صافي هنا بعد ما كملتها فدزت هنا غادي نكورها. بالنسبه للكرات ديروا الحجم اللي يناسبكم القياس اللي بغيتو. صغار ولا كبار على حسب البريوات قداش بغيتوهم يجيوكم او لي سيغار. فتقدروا هاد العقده هذه تستعملوها حتى في حلويات اللوز فراه تجي بنينه وتجي زوينه. وكيف ذكرت لكم المنسمات والنكهات راكم غادي تتحكموا فيهم. هنا فاش كملتهم غندوز مباشره نحشي بهم البريوات. فهنا خديت الورقه وغادي نقطعها بهذا الشكل هذا. فطويت كل ورقه على جوج بهذا الشكل هذا حتى تعطينا على شكل النصف ديال الدائره. وغادي نقطعها بالمقص. بالنسبه لهاد الورقه هذه كانت عندي فراها ناشفه تتعذب في الخدمه. من طبيعه الحال الا عندكم الطريه ديال البخار اللي تتكون رقيقه فراه تجي زوينه في الخدمه ما تتمحن ما حتى شي حاجه. وكذلك تقدروا تخدموا حتى بورقه الفيلو. فراني فايته حاطه لكم فيديو ديال البريوات بورقه الفيلو، عطيتكم حتى الطريقه باش ما تقطعش لكم. حتى نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف الا بغيتوا تجربوه. صافي هنا درت دوك الكرات حطيتهم على كل شريط. صافي وعلى ما اظن راه في كل وحده غتكون 14 15 غرام هكاك.
صافي تندوز نلفهم بهذا الشكل هذا. واهم شي فاش تجيو تلفوهم ولا تجمعوهم فضروري تكونوا حريصين مع الجناب والقناه تعمروهم، حيت القناه الا بقاو خاويين فراه فاش تنجيو نقليوهم دغيا تيتحمروا صافي وتيتحرقوا، وتتجي من الوسط البريوه محمره، ودوك القنيتات راه تيجيو مع خاويين، تيجيو محروقين، وتيجي واحد المنظر فيهم لا علاقه مع البريوات. من طبيعه الحال اي حاجه بغيتوها تصدق لكم فضروري ما تتبعوا الخطوات خطوه خطوه في نفس الوقت، حتى النصائح ديروهم بعين الاعتبار، حيت ماشي دائما غير المقادير بوحدهم هما اللي مهمين، تبقى حتى الطريقه وكذلك الشرح باش هكا حتى المبتدئات يصدق ليهم كل شيء. وبالنسبه هنا فاش كملتهم فدرت انا غير شويه ديال الطحين مع الماء صافي، ودرتو هكا على شكل خليط اللي جاري، وجمعت به هذوك القنيسات، وكيف تشوفوا راه ما تنكثرش بزاف. فهنا انا تعمدت باش ما نديرش البياض ديال البيض لانه تيطلق الكشكوشه بزاف في الزيت وما تيعجبنيش. المهم تقدروا ديروه الا بغيتوا. خليت هنا البريوات حتى نشفوا ديك الساعه ساعه ونص هكاك، عاد دزت هنا قليتهم. وبالنسبه للطريقه باش نقليهم فتندير الزيت الكافي اللي غادي نحتاج حتى يغطي ليا هذيك البريوه، وهنا تنخلي الزيت غير تيبدا يدفى عاد تنزيد نقليهم، ما تنخليش حتى يسخن 100%، حيت القليه الاولى ديما تتلهب الا كان الزيت سخون بزاف وما تيجوش زوينين في الشكل وحتى في المذاق، تنحسوا بديك المروره ديالهم. اما من بعد فرا واخا تيسخن فمن طبيعه الحال راه تيتقلاو قليه عاديه، وحتى العافيه تكون مهيله مهيله بزاف باش ياخذوا لون اللي هو موحد وما يتلهبوش في الطياب. كيف تنعرفوا الورقه ديال البسطيله ولا الورقه ديال الفيلو فراهم بحال بحال في الطياب، دغيا تيطيبوا دغيا تياخذوا اللون، فما نغفلوش عليهم بطبيعه الحال، وحتى العافيه تكون مهيله باش هكا تيطيبوا من الداخل من على برا وتيجوا زوينين، وحتى القرمشه تيحافظوا عليها وقت اللي هو طويل. بالنسبه لهادو اللي خدمت معاكم فبالورقه العاديه ديال البسطيله وهادو بورقه الفيلو فراه ما تيتحلوا في القليان ما حتى شي حاجه، نفس النتيجه باش يبقاو هكا معسلين وقت اللي هو طويل. فضروري العسل يكون ثقيل ما يكونش خفيف، فراه تا هو فايت مصايباه ضروري غنخليه لكم في صندوق الوصف الا بغيتو تجربوه. صافي تنخليهم هكا في داك العسل يباتوا ليله كامله، وكل مره هكا فين ما دخلت للكوزينه تنحاول نقلبهم التحتانيين تيوليو الفوق والفوق تيوليو لتحت. المهم هكا تنحاول نقلب ونشقلب باش هكا كلشي تياخذ حقه في التعسال. صافي هنا فاش تدوز ليله كامله عاد تندوز باش نصفيهم. درتهم هكا في البرمه وغادي نخليهم يتسقطروا حتى تينزلوا داك العسل اولا داك الفائض ديال العسل. اما هما صافي خلاص راه تيكونوا شربوا العسل بما فيه الكفايه، فراه تيبقاو معسلين لمده اللي طويله. وبالنسبه هنا للتزيين فما شاركتوش معكم، فراه عادي غير الزنجلان هكا حمرته، ودوك القنيتات ديال البريوات غطست ليهم الراس ديالهم في داك الزنجلان، ودرت لهم هكا كويغطات باش يجيو ساهلين في اللي بغى ياخذ شي حبه بلا ما يبقاو يديه يتلصقوا مع السلين. كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كالعاده الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا من ارائكم وتعليقاتكم، واهم شيء تشجيعاتكم. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا بكم. ما تنساوش تشتركوا الا كنتوا جداد وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وغنخلي لكم المقادير مضبوطه ديال العقده في صندوق الوصف حتى تاخذوها وتجربوا الوصفه. بسلام عليكم وخليتكم على خير.